صحينا النهارده على بعض تصريحات بعض السوشيال ميديا الزملكاويه. قال مش عاجبهم، يعني يقول لك ازاي اكون قاعد بتفرج على ماتش للزمالك ويجي بين الشوطين اول اعلان للنادي الاهلي بتاع اعلان اتصالات، ويجي تاني اعلان بتاع زيزو. يا جماعه ما ينفعش كده وما تعلنوش في مطوشه الزمالك. نعم يا عينيا، نعم يا حبيبي. يعني انت بذمتك ما ضايقكش الفرجه على ناصر ماهر وعبد الله السعيد وشيكو بنزا واخوان بزيرة وكل العك اللي كان داير في الماتش ده، واتضايقت من اعلانات الاهلي؟ انت اكيد بتهزر، انت عندك خلل في الذوق العام. طب ايه رايك بقى يا عم، انا قاعد بتفرج على ماتش الزمالك ده عشان بين الشوطين اتفرج على اعلانات الاهلي؟ انت يا عم هتحجر على رايي؟ المطوشه بتاعتك دي يا ابني ما تتشافش، دي تتسمع. يعني احسن لك واحسن لي، عشان العك الكروي اللي انت بتقدمه ده ما ينفعش حد يشوفه. فانت سيادتك ما تحجرش عليا كمان وتقول لي ازيع امتى وما ازيعش امتى. يعني مش كفايه اللي انت ما عندكش اعلانات، ولا حتى الناس اللي عندك في الزمالك يا راجل؟ ده انت عندك ناس في مجلس الاداره وماسكين الزمالك عندهم براندات ومش عايزين حتى يعلنوا عنها للزمالك، خوف. انت فاهم؟ انت وصلت لحد ايه؟ يعني الناس عندك عندهم براندات وخايفين يعلنوا عنها ويبقوا الراعي بتاع الزمالك عشان الحاجات دي تتباع والناس ما تعملش عليها مقاطعه وبيته يتخرب. انت فاهم يعني ايه يا معلم؟ فانت ما تجيش تقول لي انا بقى والنبي يا جدعان ما تحطوش اعلانات الاهلي عشان انا بتقمص. يا عم مشاكلك دي حلها بعيد عني، مش هتمشي الكون على مزاجك يعني. او انت عشان ما لقيتش حاجه في الماتش العك اللي كان بتقدمه ده جاي بقى دلوقتي تقول لي الاعلانات ضايقتني ومش عارف مين زعلني؟ يا راجل اقعد بقى يا راجل، بلاش قرف بقى يا راجل، ما تقفناش معاك بقى.